السلام عليكم متابعين ولاء يوسف. هعمل معاكم بقى الطقم ده كرانيش واستك مع بعض. الطقم ده يا بنات بياخد قماش 9 متر عشان تعملوا حسابكم ان هو مكلف جدا. هو الكرانيش 3 ادوار واستك مع بعض. فطبعا الكرانيش 3 ادوار دي بتبقى غير الطقم التاني، يعني في الاطقم التانية بتاخد 8 متر، ده فرق زيادة متر عن الاطقم التانية. ممكن اطقم كمان تاخد 7 متر ونص. فهنيجي بقى هنا للطقم دوت، هنعوز 7 متر منقوش، وهنعوز 2 متر سادة. المنقوش هنطلع منه 3 متر، رتبوا معاه 3 متر وربع للملايتين، وهتعوزي 9 قطع في 20 سنتي اللي هما بتوع الكرانيش للجنبين، وهتعوزي 75 سنتي خداديات، وهتعوزي 40 سنتي في 3 قطع لارتفاع المرتبة اللي احنا هنوصلهم للملايتين. وهتعوزي كمان ايه تاني كده. احنا خلصنا كده المنقوش، هنخش على السادة. هنخش على السادة، يبقى معانا في السادة 75 سنتي هنقسمهم على 2 لان احنا هنركب عليهم الكرانيش 3 ادوار. وهنيجي هنا كمان هنعوز هيبقى معانا كمان 90 سنتي مخدات طويلة سادة. وكمان هنعوز للكرانيش بتاعت الخداديات 35 سنتي هيفيدوا معانا بقى من المترين، يعني هنعملهم بقى 4 قطع لكرانيش الخداديات. وبكده دي عدد امتار الطقم. هندخل بقى ان شاء الله على الشرح بتاع الطقم. هنيجي بقى دي الشريحه اللي هي 20 سنتي في 9 قطع. هتروحي مثبته كل 3 قطع مع بعض، وهيكون الكل دور من الكرانيش اللي الجنبين. تمام. هتكوني 3 قطع و3 قطع عاملاهم كرانيش عاملاهم سرفله يمين وشمال، و3 قطع بس اللي هتروحي تكوني عاملاها سرفله جنب واحد بس. هنيجي بقى نكمل الشرح بقى وانا بشتغل، هعمل لكم الشرح وانا بشتغل. والجنب التاني يعني طبعا الاطفال انتوا عارفين هو ايه جنبين، هيبقى جنبين كورنيش، جنب يمين وجنب شمال. لو رسمه بالطول هتعملي جنب يمين وشمال، لكن لو رسمه عاديه زي اللي انا شغاله فيها دي عادي تشتغلي في اي جنب، لان الرسمه اصلا ملهاش لا يمين ولا شمال. كده تمام. بعد ما انا عملتهم قصيتهم الاول عشرينات، وبعد ما قصيتهم عشرينات كل بقى بروح موصله كل 3 قطع مع بعض باوفر، وبعد كده اعملهم بمكنه السنجر، واروح بقى بعد كده مكشكشهم بدواسه الكشكشه. تمام. بعد ما كشكشتهم وخلاص بروح عامله قطعه زي ما انتم شايفين. القطعه دي 40 سنتي. ال 40 سنتي دول بعمل بهم ايه بقى؟ دايما بعملها ساده، يعني انت بتشوفي اقرب لون ساده يمشي مع القماش لو منقوش، ولو كان انت مدخله ساده مع الطقم هتعملها من نفس لون الساده. لكن انا مش مدخله مع الطقم دوت ساده، غير بس هو مشحم كده بس، يبقى على الكورنيش هتشوفوه في الاخر. فطبعا انا شفت اقرب لون هيبقى الاصفر، واروح مدخله الاصفر ده. اعمل ايه بس؟ هو انا بس هحطه بس كبطانه للكرانيش التلات ادوار. هتبقى 40 سنتي، هقص قطعتين، يعني 8 سنتي هسيبهم على 2 يبقى قطعتين. قطعتين كل قطعه 40. طبعا اهيت انا عملت اول القطعه اهيت، بروح مركبها عليها بقى اول طبقه في الكورنيش. هو الكورنيش ان شاء الله 3 طبقات فوق بعض، بروح مركبها في اول طبقه اللي هي دي. طبعا بالنسبه للكرانيش انت هيكون عندك الكرنيش هتبقي مسرفلاها يمين وشمال، بس هي في بس قطعه بس اللي هي تبقى 3 قطع هنا لازقين في بعض، هي اللي هتسرفليها يمين بس، لانك انت الجهه التانية هتكوني اللي مش هتكون متسرفله هتكوني مركباها في بدايه القطعه ال40 عشان دي اللي هتثبتيها مع الملايه. كده تمام. انا بقى بروح مثبته اول دور في الكورنيش، وهوريكم بعد كده ان انا هروح عامله معلمه بالمارك والمسطره عشان خاطر اعرف احط الكورنيش اللي تحت منه، لان هيبقى 3 ادوار فوق بعض. هنشوف مع بعض دلوقتي. طبعا انا علمت اهو، يعني انتي بصي بتروحي سايبه معلمه، وتروحي يعني بتروحي منيمه مثلا الكورنيش كده على قطعه القماش عشان تحطي الكورنيش اللي بعد منه، واكون مثلا عامله ايه بتاع سنتي ونص، وتروحي واروح معلمه بطول بقى القطعه. انا عاملاها 2 متر، عامله لان دوت اصلا طقم استك، فطبعا انا محكومه بالطول 2 متر، لان انا المرتبه نفسها طولها 2 متر، فانا عايزه الكرنيش تكون مظبوطه على المرتبه بالطول. يعني عايزه الطول يكون مظبوط، ما اكونش سايبه فيه كتير، يعني مثلا ممكن يكون بس سايبه 5 سنتي بتتجزأ على الناحيتين، يعني بخليها 2 متر و5 سنتي مع التاني، وكده بتبقى 2 متر بالظبط، او 2 متر و2 سنتي كده يعني. فطبعا علمت بالمارك اهوت بالمسطره لغايه الجهه التانية من ال2 متر.
بالمسطره عشان خاطر اركب الكورنيش اللي هو هيبقى الدور التاني. طبعا زي ما انتم شايفين دوت هيبقى 3 ادوار، هنروح بقى نركبهم مع بعض. طبعا زي ما انا قلت لكم احنا بس دي بدايه الكورنيش. طبعا انا تانية الاحراف بتاعه الكورنيش، ودي بردك انا دي القطعه اللي انا عامله عليها بردك تانية، عامله لها تانية لان هركب عليها الكرانيش. هنيجي بقى، انا كنت قايله لكم 3 قطع هتكوني مسرفلهم يمين وشمال، و3 قطع يعني قطعتين اللي هم 3 في بعض هتكوني مسرفلهم زي دي كده يمين وشمال. هي قطعه واحده بس منهم اللي هم هيكونوا لازقين في بعض 3 قطع 3 شرايط. هتبقى بس مسترفله جهه واحده، والجهه التانية اللي هنكون مركبينها في بدايه القطعه اللي هي ال40 سم اللي انا هحطها في الملايه، لان دي هتسترفل بعد كده مع الملايه نفسها، مع الملايه ماشي تمام. دي بقى بسيب عملت نصها، هو الجهه الواحده من الكرنيش بتاخد 1.5 شريط يعني، فانا عملت نصه، والنص التاني هخليه للايه القطعه التانيه اللي هركبها في الكورنيش التاني. طبعا هنيجي هنا دي بقى اللي انا عاملاها دي مسرفلاها يمين وشمال. دي هعمل نصها في القطعه ديت، والنص التاني في الكرانيش بتاعت الجنب التاني بتاع الملايه الاطفال. طبعا انتوا عارفين ان سرير الاطفال هيبقى فيه جهتين هنعملهم كرانيش هنشتغل فيهم. دي اول جهه هناخد نص الكرانيش ديت، والنص التاني هنركبه في الجهه التانيه، وكذلك الطبقه التالته هتبقى نفس الحكايه. فانت بتقفلي بداياتك وبتقفلي نهاياتك تمام. طبعا انا ماشيه مش عارفه هو التصوير غامق شويه. نصلي على رسول الله ونبدا كده. انا كده ايه خلصت جنب، بوريكم الجنب التاني برضك عشان ايه والطقم ده يعني ايه الاستك والكرنيش مع بعض. والكرنيش 3 ادوار ده بصراحه يعني عايز شغل كتير وعايز تركيز شويه مع البنات المبتدئات اللي مش عملوه قبل كده. انا طبعا قلت لكم من القطعه هي انا اعتبروني عامله الاصفر ده كله لون واحد. انا طبعا مدخله المشحم ده في لون المخدات والكرنيش شكل الخداديه بس، لان ما كانش عندي قماش يكمل فحطيت الاصفر. يعني لو انت عندك قماش يكمل هتحطي الساده كله واحد اللي هو يكون مشحم ان شاء الله. دي اللي بركب اول طبقه في الكورنيش. طبعا انا خدت التكمله اللي فاضله من الكورنيش اللي فات لان انا من الجنب الاولاني. زي ما احنا عارفين ده اطفال هيبقى على جنبين، وقلت لكم كل 3 طبقات هتقسموهم على الجنبين بتوع الكرانيش. اول طبقه اللي هي هتكون في بدايه الكرانيش مش بيكون مسترفله من جهه واحده بس. تاني طبقه مسترفله يمين وشمال، وتالت طبقه يمين وشمال. كده انا ركبت خلاص اول طبقه اللي هي بقيه الكورنيش اللي فات. هروح بقى للطبقه التانية اللي هي الدور التاني بتاع الكرانيش وبقيه الكورنيش اللي فات بردك عشان بس مش هتلخبطوا وركزوا معايا. انا عامله كل 3 طبقات على الجنبين بتوع الكرانيش في الاطفال عشان ما تتلخبطيش. كل 3 طبقات هيعملوا جنبين معاكي. يعني انت عندك الكرانيش 3 طبقات فوق بعض. هتعملي كل طبقه منهم متقسمه على 2. فاهماني؟ يعني انت عندك الكرانيش كل طبقه قلت لكم هتوصلوا 3 شرايط مع بعض اللي هم 60 سم توصليهم مع بعض هي 20 و20 و20، وهتقسميهم على جنبين في الكرانيش. انا كده علمت بالفرد والمسطره. وخدي بالك لازم يكون فيه يعني يكون الكورنيش راكب على الكورنيش، ما يبقاش فيه فرق في الكورنيش ما يجي يتحط فوقيه ما يبقاش فيه فرق عشان السرفله ما تبانش ولا تركيب الكورنيش نفسه يبان. انا عايزه اصلا الاصفر ده ما يبانش، يعني انا حاطه الاصفر ده اساسا هو بطانه، انا حاطه الاصفر الساده ده بطانه تحت الكرانيش لكن ما بتبانش، ما بيكون انت فرشاه على السرير نهائي عشان تبقوا واخدين بالكم هي ما بتبانش نهائي. نذكر الله لا اله الا الله. ادينا اهو معاكم. انا مطوله يعني حتى انا المفروض انا كنت شرحت جنب واحد خلاص، لا انا بشرح معاكم الجنب التاني كمان عشان الجنب التاني انا كده ركبت الكورنيشين الاول والتاني باتجاه واحد. هاجي بقى اركب الطبقه الثالثه في الكرانيش هتلاقوني خلفت التركيب وبركزوا فيها. هتشوفوا انا خلفت ليه وهقولها لكم. انا داخله خلاص كده. طبعا الكرانيش بتركبيها على القطعه اللي هي بطول 2 متر اللي هي طول المرتبه اللي انا هركبها بعد كده مع الملايه. يعتبر دي كرانيشك يعني تعتبر طقم عادي، بس انت كرانيشك بتركبيها على القطعه دي لانك انت الكرانيش هتركبيها على ايه. يعني هو في ناس بيعملوها لطش بس في الملايات العاديه اللي بدون استك، اما دي عشان استك لازم تعملي الطبقه اللي هي 40 سم دي تركبي عليها 3 ادوار. لكن لو بدون استك ممكن تركبيها لطش فوق الملايه كده. لكن انا مش بحبس بصراحه، انا حتى لو من غير استك بعمل القطعه دي خارجيه كده وبركبها عشان خاطر حتى الكريش تطلع مظبوطه معايا ومستريح. لا اقعد بقى الف بالملايه ولا اقعد ارسم على الملايه ولا الكلام ده. خدتوا بالكم بقى انا كده ركبت الكورنيشين الدورين
تمام. الدورين فاضل معايا الدور التالت، رحت قلبه. يعني انا ايه، بدات الدورين ورا بعض باتجاه واحد فوق بعض، وجيت عند الدور التالت قلبت عشان اكون مستريحه وانا بركب الدور التالت بقى، عشان ما انت معاكي كورنيشين وهيخشوا في المكنه، مش هتعرفي تركبي الدور التالت كويس. فانا قلبت بقى الاتجاه، انا كنت مركبه الدورين في اتجاه والدور التالت قلبت خالص، رحت قلبه الاتجاه التاني عشان يبقى قدامي كده ايه الكرنيش باينه وظاهره، واعرف عشان انا كده كده بكون معلمه من المرك. بس برضك بحب اشوف بعينيا المسافه اللي بين الكورنيش والكورنيش تكون كلها بتبقى ظاهره قدام عينك، بتكون كلها باينه ان هي كلها خط واحد. يعني انت حتى انت معلمه، بس برضك ببص كمان على المسافه اللي باينه بين الكورنيش والكورنيش. يعني ديكي شايفه ايه قدامك الاصفر باين ازاي؟ هو بتاع حوالي كده 15 سنتي المسافه بين الكورنيش والكورنيش ده، تقريبا كده ممكن تكون 15 14 بين الكورنيش والكورنيش ده. طبعا زي ما قلت لكم تاخدوا بالكم تخلوا الكورنيش راكب فوق الكورنيش بسنتي، تمام، عشان خاطر لما يجي الكرنيش تكوني حطاها بقى عامله فرشك، تكون الكرنيش فوق بعضيها كده باينه ان هي فوق بعضيها، ما يبانش الكورنيش بدايته ولا ما يبانش الكورنيش من تحت الكورنيش، وما يبانش الاصفر كمان. يعني انتوا بتشوفوا انا مركب، بصوا بوريكم بردك اهو بعينيكم تشوفوا الكورنيش راكب فوق الكورنيش. دي حاجات مهمه طبعا في الفينش. وبردك شوفي انا بركب وانا مرتاحه ازاي، اني بركب الكورنيش وانا مرتاحه، انا معلمه بس كمان باخد بالي، يعني باخد بالي من المسافه بين الكورنيش والكورنيش بحيث انها تكون كلها متساويه. طبعا كمبتدئات الطقم ده عايز تركيز شويه، وزي ما قلت لكم لازم تحسبوا حسبتكم صح، تحسبي كل امتارك، وتشوفي كلفتك كام، وبعد كده تحطي مصنعيتك. انت بقى مصنعيتك دي بقى انت وتقديرك لشغلك، ما نقدرش نقول هتاخدي كام، بس هي المصنعيه معروف في حاجه زي كده. طبعا انتوا عارفين السرير الكبير 120 150 جنيه مصنعيه. وطبعا ده لو عرفت تاخدي فيه اكتر من 150 جنيه يستاهل اكتر من 150 جنيه اصلا مصنعيه في الكبير، مش في الاطفال كمان. في الاطفال المصنعيه بتبقى من 150 ل 200 جنيه. خلاص كده انا خلاص بقى القطعه اللي عليها الكرنيشه 3 ادوار. انا كده جايبه الملايه بتاعتي طبعا انا قلت لكم هتعملوا 3 متر وربع تسيبهم على الاثنين. الملايه بتاعتي فيها الارتفاع والملايه اللي هو ال 120 وال 40 سم الارتفاع، تمام. انا هنا بقى الملايه دي انا هبداها، طبعا الملايات الاطفال بتبداي واحده من فوق وواحده من تحت. يعني انا دلوقتي بادئه من عند الرجلين اللي انا هكون سايبه فيها ال 40 سم بتوع ارتفاع المرتبه. بدات فيها الكورنيش ركبته بعد ال 40 سم، سبت ال 40 سم بتوع ارتفاع المرتبه، وبعد كده ركبت كورنيشي بطول المترين، تمام. واخدين بالكم؟ هبدا خالص بطول المترين. طبعا انت معاكي الملايه دايما السرير كبير او اطفال بتبقى الملايه ما فيهاش غير وصله ونص، اللي هي يبقى فيها وصله واقول وصلتين، يعني اصلا معاكي 4 زوايا منهم ناحيتين ثابتين في الملايه، ارتفاعين ثابتين في الملايه اللي هو بتاع الرجل من عند الرجل وبتاع جنب الحيطه، والارتفاع الجهه الثانيه من عند الراس واللي تحت الكورنيش دول بيكونوا واصله بارتفاع 40 سم، بتبقى قطعتين. في السرير الكبير في الاطفال بتبقى 3 قطع لازقين في بعض وبتعملوهم على الملايتين. انا كده معاكم بركب الكورنيش، بس بنتكلم برضك على اللي احنا هنعمله بعد كده. كده انا بحط الكورنيش بتاعي فوق الملايه، يعني انت كده خلاص انا عامله كورنيش اللي هو 3 ادوار بالقطعه القماش اللي قلت لكم عليها هي الساده وعليها الكرنيش 3 ادوار، بس بركب الكورنيش بمشي الخيطه على الخياطه. يعني انت طبعا انت كورنيشك هتكوني مركباه وفي خياطه بتيجي تقلبي تحطي الوش على الوش وفي عندك خياطه. انا هنا بوريكم بقى النهايه، يعني انا في البدايه سبت 40 سم، لكن في النهايه هيكون فاضل بتاع سنتي ونص اللي هيكون عليهم تركيب الارتفاع بتاع المرتبه. صلى على رسول الله. طبعا يلا بقى نركب مع بعض ايه اللي هو الكورنيش. انا كده خلاص ركبت يعني شوفوا عشان انتوا برضه تبقوا مركزين، الحته دي تكونوا مركزين فيها. انا كده ركبت الملايه الاولانيه، بديت من عند القطعه من عند 46 سم وركبت الكورنيش بتاعي بطول المترين. في الملايه الثانيه هسيب سنتي ونص وهبدا، يعني بدات ملايه عكس ملايه عشان دايما الاطفال بيبقى فيه يمين وشمال. عشان ليه بقى في يمين وشمال دوت؟ ليه بقى؟ يعني لو في رسمه ما فيهوش رسمه هتعملي ملايه عاديه عادي ما فيش يمين وشمال، اما لو بيكون استك لازم يكون في يمين وشمال عشان خاطر يبقى عندك الاتجاهين جاي من عند الراس من عند الرجلين، ما فيش وصله في الملايه بتاعت ارتفاع المرتبه. يعني انا بعمل ارتفاع المرتبه من عند الرجلين ما فيهوش وصله،
لكن من عند الراس هو اللي فيه وصله، هو والجنب اللي تحت الكورنيش. يعني انا معاكي المرتبه بتبقى معايا الملايه فيها وصلتين فقط، ووصلتين موجودين في الملايه نفسها في القص. هتبقى الوصله اللي عند الراس والوصله اللي عندي تحت الكورنيش دول وصله بتوصلوا قطعتين في بعض. اما من جنب الحيطه ومن عند الرجلين دول مقصوصين مع القماش، ودي هتعرفيها انت بقى. قلت لكم طبعا الكرانيش بتيجي تركبيها بتبداي في الاطفال بتبداي في ملايه بتسيب 40 سم اللي هو ارتفاع مرتبتك، او 35 سم حسب ارتفاع مرتبتك، وبتركبي كورنيشك بطول ال 2 متر، وبتسيبي في الاخر خالص سنتي ونص عشان تركبي عليهم ايه ارتفاع مرتبتك، اللي هو بعد كده هتركبي بعد الكورنيش. لا اله الا الله. بكمل معاكم بس ما اخد نفس. على فكره انا عدت لكم التسجيل ده كذا مره والله، عشان بس انا عايزه تفهموا الحته ديت كده. نمشي مع بعض كده ايه طول المترين نركب الكورنيش بتاعنا. زي ما قلت لكم في الاطفال فيها يمين وشمال، ما بتبداي من ملايه غير ما بتبداي في الملايه الثانيه، عشان تبقوا انتوا واخدين بالكم. انا بديت في ملايه بسيبت ال 40 سم بتوع الارتفاع، والملايه الثانيه بدات من عند ال1.5 سم. كده انا خلاص خلصت تركيب الكورنيش على الملايه. تمام. هنركب بقى دلوقتي الوصله اللي هي بتاعت ارتفاع المرتبه، اللي انا قلت لكم هتعملوا قطعه بعرض 40 سم، 3 قطع بعرض 40 سم توصلوهم في بعض، ودول هتركبيهم للملايتين. هناخد اول ملايه مع بعض كده. هنبدا من عند ايه بقى زي ما احنا بادئين اهو. الملايه كنت سايبه من اولها ال 40 سم. تمام. وبعدين ركبت الكورنيش عليها. تمام كده مع بعض. هنيجي بقى بطول ال 40 سم ده مع الطول بتاع القطعه اللي احنا بعرض القطعه اللي احنا موصلينها، اللي هي 3 قطع دي، اللي احنا هتكون دي المقدار بتاع ارتفاع المرتبه، يعني اللي هي هتكون ارتفاع المرتبه دي هنقول اللي هي ارتفاع المرتبه. بروح جايبه البرسل مع البرسل، يعني الجهه دي فيها برسل والجهه الثانيه فيها لا بالتالي لا، هي الجهه اللي بتاعت عرض الارتفاع هي اللي فيها برسل. هنجيبها مع ارتفاع اللي احنا سايبينه اللي هو 40 سم ونوصلهم في بعض. هو معاك 40 في 40 والوش في الوش. تمام. او بصي كده بايدي وركزي معايا كمبتدئه وعايزه تعملي ملايه استك وكرنيش مع بعض. هي سهله جدا، بس هي بس عايزه تركيز، ولو خدتي عليها تعرفيها. احنا كده خلاص وصلنا ال 40 في ال 40، وجيت عند النهايه بلف عشان امشي طول الملايه المترين. تمام كده. انا بوريكم حتى اهو، قلت لكم اهم قصاد بعض اهم 40 في 40، وجيت عند بدايه وجيت هي لوحدها بقى بتخلص عند ال 40. وطبعا عايزه الف بايدي بقى، عايزه الف عشان امشي بقى بطول الكورنيش. لفيت. واخدين بالكم دي زاويه من الزاويه، هم 4 زاويه معاكي، زاويتين موجودين في الكورنيش وزاويتين الجهه التانيه عند الحيطه بتوع الملايه الاستك ليها 4 زاويه، زاويتين ما فيهمش كورنيش وزاويتين فيهم بدايه الكورنيش ونهايه الكورنيش. انا كده شغاله في جهه الكورنيش. عملت اول زاويه اللي هي 40 سم، ولفيت بالقطعه اللي انا قلت لكم عليها اللي هي 40 سم قصاها عشان احطها ارتفاع مرتبه، وكورنيشي متركب عادي، وهي بحطها فوق الارتفاع بتاع الكورنيش. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش بس انا بعلي لكم صوتي المره دي وبحاول افهمكم عشان خاطر انا عملت تسجيل قبل كده، بس طبعا بنات كتير مش فاهمه، فانا بحاول بقدر الامكان افهمكم. لو في اي حاجه عايزين تفهموها تبعتوا لي واتس. انا بسيب لكم رقم الواتس في صندوق الوصف، وهسيب لكم كمان شرح الخداديه، لان هو الخداديه بتاعت الطقم ده انا شرحها قبل كده في فيديو. هبقى انزل لكم الفيديو بتاع الخداديه في صندوق الوصف. هو بس يا دوبك بس الفيديو ده للملايه كرنيش وتركيب الارتفاع بتاع الاستك. لا اله الا الله. ادينا ماشيين مع بعض اهو. انا حتى لا مجريت لكم الفيديو ولا حاجه، ماشيه معاكم حبه حبه عشان تفهموا. طبعا احنا ركبنا كورنيشنا على الملايه. الكورنيش بتاعنا عملناه على الملايه اللي هي معموله 190 سم، هو لا 160 120 و40 و160 سم او 165 عشان زيادات، يعني حاولي تسيبي 5 سم دايما في الشغل عشان ايه اي غلطه اي حاجه يبقى انت عامله حسابك في ال5 سم دول ايه تطلع الحاجه معاكي مظبوطه بعد الخياطه. طبعا عملنا البدايه زي ما قلت لكم ال40، ورحت بقى لفه عشان خاطر امشي بقى باتجاه الطول بتاع الكورنيش. يعني انا بديت الكورنيش من اول ال40 سم، من اول زاويه اللي انا سايباها اللي هي هتكون من عند الرجل
اللي هي يكون ارتفاع المرتبه من عند الرجل. وصلت فيها الارتفاع اللي هو بتاع طول المرتبه. تمام، انا ده كله كده ماشيه في ارتفاع طول المرتبه. كورنيشي متركب وهو بيتركب فوق الكورنيش. وطبعا الخياطه سهله، هو في جهه هتكون انت مركبه ده، بتكون انت ماشيه ده فوق الكورنيش، واما في الملايه التانية هتكون انت ماشيه من على الكورنيش، هتكوني ماشيه على الخيطه بتاعتك، فبتكون سهله على طول. تمام، احنا كده مع بعض. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. يا رب يا بنات بس تكونوا كده معايا ومركزين وفاهمين، واي حاجه تكتبوها. وطبعا انا بقول لكم، هو بصراحه يعني هو شغل الاستك هو طبعا هو مش سهل، بس لما بتكوني مشيتي فيه وكده بيبقى سهل معاكي، بيبقى خلاص انت حاجه عملتيها عادي، بتبقى حاجه عاديه خالص على فكره. يعني شغلها زي شغل الكفرات بتاعت الملايات، بتاعت كفرات الاستك. لو انت يعني بتعملي ملايه بدون وصلات، يعني هي شغلها سهل على فكره. لازم تعملي وصله في الملايه مكرانيش في الجهه بتاعت الكورنيش، لكن انت تعملي الكورنيش لطش كده ما ينفعش. هو طبعا دي اكيد لازم مش هينفع تعملي فيه لطش، لكن في اي كورنيش تاني ممكن، بس انا ما برجحش. يعني انا شغلي كله زي ما انتم شايفين كده، لازم اعمل وصله لارتفاع المرتبه تحت الكورنيش. هي الملايه بتبقى المرتبه، أو الملايه اللي بتتحط على المرتبه، هي بتبقى مثلا فيها وصلتين بس، وصلتين اللي هي بتاعت تحت الكورنيش ومن عند الراس، والجهه التانية بتبقى في الملايه. انا قصاهم في الملايه، الجهه اللي جنب الحيطه والجهه اللي عند الرجلين تبقى في الملايه مع القص. انا كده خلاص وصلت لنهايه الكرانيش، ورحت ايدي بقى غصب عنك انت وصلت لنهايه الكورنيش وفاضل معاكي سنتي ونص. يبقى هتلفي بقى مع السنتي ونص وتعملي بقى ايه اللي هو عرض المرتبه اللي هو ال 120 زي ما انتم شايفين اهو. وصلت عند ال 120 وفايض معايا ارتفاع المرتبه اللي هو 40 سم او 38 سم، لان انا مرتبتي اقل من ال 40. بس ايه، انا طبعا هو ارتفاع 25 بخليه 35، ولو 30 بخليه 40. وجيت عند بعد ما عملت ال 120 رحت عامله فرد، عشان خاطر انا هقص بقى بقيه القماش اللي هيفيض. لما اجي اوصل عند ال 120 هروح قايصه الزياده بتاعت الارتفاع دوت اللي انا قلت لكم عامله فيها الشرايط، اللي عشان اللي هيفيض احطه في الملايه الثانيه. كل ملايه بتاخد وصله ونص، اللي هي وصله ونص في 40 سم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ركزوا معايا، ادينا انا بقى ايه بطلع من تحت الابره عشان خاطر ايه، انا استنى ايه سهيت شويه وعديت الوصله، عديت اللي هي الفرد. ادينا انا معلمه فرد اهو اهو. الفرد ده بعد ما بكون سايبه ارتفاع المرتبه اللي هو 40 30 حسب ارتفاعك انت، واروح معلمه كمان في وصلتي اللي هي بتاعت الارتفاع اللي انا عاملاها، عشان اللي انا بركبها دي وصله تعتبر الوصله تحت ارتفاع المرتبه. واروح قصاها بسيب فيها 2 سم. نركز كده مع بعض. يا رب يا بنات كده تكونوا فاهمين مني، وانا والله بقدر الامكان بحاول اشرح لكم، انا كده كده بشرح يعني، فعايزاكم تفهموا مني. انتوا لو تعرفوا بس انا قد ايه بتعب في الشرح في التصوير ده، وان انا كل شويه اقعد اعيد الفيديو وارتبه والكلام ده. بس يلا ربنا بس يجرب ميزان حسناتنا يا رب، وتفهموا مني. انا كل اللي يهمني انكم تفهموا مني الشرح اهو اهو. انا وصلت كده للنهايه اللي هي نهايه ال 120 سم اللي هي بتاعت من عند دي من عند الراس. وجيت خلاص بقى يعني انت غصب عنك هتيجي للنهايه من عند الفرد، وهتروحي بقى لفه بمكانتك اهي. جيت عندها ورحت لفه انا القماش معايا عشان اعمل ايه الزاويه. خلاص كده انت كده عندك 4 زاويات. زاويه في بدايه ال 120 دي بتاخديها دوران طبعا مع القماش، ومعاكي زاويه اهي كمان اهي. بقت معاكي الزاويه خلاص اللي هي جنب الحيطه اللي هي من عند الراس. دي الزاويه اللي من عند الراس اللي جنب الحيطه. ده طبعا زي ما انتم برضك مركزين، دي ملايه اطفال، يعني انا شغاله في سريرين اطفال. وادي الزاويه الثانيه اللي هي عند اللي هي من عند الكورنيش اهي. دي الزاويه الثانيه، الزاويه الاولانيه والثانيه. انا بوريكم انا كنت ماشيه زي دي اللي انا ماشيه بيه بالوصله اللي هي 40 سم. وادي الكورنيش بتاعنا اهو، وبرضك بوريكم الزاويه اللي بقى اللي هي بدايه الكورنيش. تمام، معلش بس ان اذا كان الملايه بعيد شويه، بس انا بحاول بوريكم الزوايا. ادي الزاويه اهي، ودي اللي جنب الحيطه. اللي جنب الحيطه فيها ايه طبعا ما فيهاش وصلات، تبقى قطع على بعضها. دي الزاويه الثانيه، ودي الزاويه الثالثه اللي هي بتاعت الملايه. تمام.
بعد كده بقى ان شاء الله نروح بقى مسرفلين. لا انا كده ايه، لا انا كنت لسه مش عملت الزاويه اللي هي من عند الحيطه، اللي هي من عند الرجلين بقى هقصها معاكم ايه. يعني انا كده انا قفلت 3 زوايا. انا طبعا عشان بس بشرح لكم بعد ما بكون مصوره وعامله، بشرح لكم بعدين، يعني مش بشرح، يعني لما باجي اشرح وانا بشتغل بتلخبط، فبقى بصور شغل تصوير كله، يعني بصور الشغل وبعد ما بخلص خالص بروح بقى اشرحها بقى بعد ما اكون مثلا عملت الفيديو كده، بروح بقى اشرح لكم عشان خاطر ايه ان انا ما اتلخبطش وانا بشتغل. طبعا دي بقى ايه الزاويه الرابعه اللي هي من عند الرجلين، دي اللي بيكون ما فيهاش وصلات، يعني الزاويه دي اللي بيكون ما فيهاش وصلات. عملت طبعا من عند عرض الرجلين 40 سنتي، ومن الجهه اللي هي بالطول 40 سنتي علمتهم ورحت طبقهم على بعض زي مثلث، ورحت مطبقاهم زي ما انتم شايفين زي ما انا وريتكم. تطبيق اللي هي انا تبقى وشها ليكي انتي، وش التطبيق ليكي انتي، المثلث بتاعها ليكي انتي، هتطلع معاكي مربع 40 في 40 في 40 باربع اتجاهات 40 المربع. وهي بتطبقها كده الوش في الوش، بروح ايه بقى ايه مثبتاها بالمكنه عشان بعد كده بتعملها اوفر، مش تيجي تنسيها في السرطان. ممكن تعملها تانية فوق التانية عادي، يعني هي اصلا كده كده مفيهاش خياطه ولا فيها حاجه تبقى مكعببه، ممكن تعملها تانية فوق التانية. ادي كده خلاص الزاويه اللي هي في الاتجاه بتاع الحيطه اللي مفيهاش اي وصلات. تمام، هي تبقى معاكي زاويه واحده بس اللي مفيهاش اي وصلات، اما الباقيين اتنين مع الكورنيش مش بتقص منهم حاجه، وتلاته يعتبر 3 مع الكورنيش، مع 2 مع الكورنيش وواحده ما بقيت الوصله اللي تتحط تحت الكورنيش. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم يا رب. انا برضك بحاول اوريكم تاني شكل الكورنيش وهي فوق بعضيها عشان بس اوريكم ان الاصفر ما بيبانش. كده انا خلصت بقى كرانيشي وركبت الارتفاع بتاع الاستك اللي هي الوصله اللي احنا قلنا عليها 3 وصلات. انا عملت ملايه واحده بقى والتانيه بعملها مع نفسي، وانتوا طبعا بقى انتوا عارفين 3 وصلات للملايتين. طبعا الكرانيش مش هسيبها كده، انا كنت مسرفله جهه ومسرفله جهه، الجهه عملت فيها الكشكشه والجهه التانيه اللي هي هتكون مثلا زهره، فمش هسيبها كده، بركب عليها التنتيله اللي انتم شايفينها دي. ووريتكم الاستك، هو الاستك بتاعي سنتي زي ما انتم شايفين. الاطفال بركب فيه استك سنتي او اكتر من سنتي شويه، يعني ممكن يكون سنتي وربع او سنتي ونص، بس تقريبا كده هو سنتي وربع. هو سنتي وربع، الاستك عرضه سنتي وربع. تمام. الاستك بتاع الاطفال بركبه دايم ما يدور، بحيث ان ملايات الاطفال يعني صغيره مش مستاهله، فبروح مركباه دايم ما يدور. اما في السرير الكبير بعمل على الزاويه بس 4 زوايا بس. ادي اللي هو بعد ما ركبت الكلفه، انا بوريكم هي الكلفه اهيت، ووريكم بردك شكل الكرانيش فوق بعضيها اهي 3 ادوار. يا رب نركز كده مع بعضينا ويكون الشرح واضح معاكم، ولو في اي حاجه ابعتولي طبعا واتس. بوريكم شكل التنتيله دي، تنتيله رفيعه كده بجيبها بالكيلو من حاره الميزان. هو الكيلو بتاعها كان الاول ب 180، لكن حاليا دلوقتي تقريبا كده 240 او 250 الكيلو، بس انا بجيب ربع كيلو بيقعد معايا فتره، يعني الربع كيلو بيطلع معاكي حبه حلوين. تمام. فانت طبعا حاجتك دايما هاتيها الاستك ما تجيبيش بالمتر، هاتي بالبقره، هاتي بالكيلو، هاتي نص كيلو استك. الاستك الرفيع دوت بالبقره تبقى كيلو، الاستك الاعرض بيبقى بالنص كيلو بالكيلو زي ما انت عايزه يعني. الكلف دي طبعا بالمتر هتخسر معاكي، فطبعا بجيب بالكيلو، وبتبقى شرايط جنب بعضيها كده وانت بتروحي مفككاها، يعني بتبقى حاجه اصلا شرايط جنب بعضها كتير وانت بتروحي مفككاها، تطلع معاكي يعني كتير بصراحه يعني بتاع. طبعا بوريكم شكل الاستك. طبعا الملايه انا سرفلتها بعد ما خلصت لها ارتفاع المرتبه وكده، عملت سرفله، وعملت الديل بتاع الاستك دوت سرفله، عشان انا بعمل الاستك بحط الاستك اثبته وبروح مطبقه عليه الديل، وروح ماشيه عليه على طول. طبعا زي ما انتم شايفين الاستك اهو دايما ما يدور استك الملايه. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بحاول بقدر الامكان اوريكم، لان طبعا الشرح في النت غير خالص على الطبيعه، طبعا انا عارفه، بس ان شاء الله هتكونوا فهمت مني. يعني انتم شايفين اهو شكل الكرانيش اهوت، طبعا الاصفر ده كبطانه وكده كده ما يبانش، بس شوفوا شكله نضيف وحلو ازاي. وطبعا الشغل طبعا شوفوا نضيف كده، حتى كمان ارتفاع المرتبه مفيش اي خطط، كله من تحت، كله من تحت زي الملايه العاديه بالظبط، كله في ظهر الملايه، مفيش اي شغل في وش الملايه، معاك الشغل كله نضيف وتقفيله نضيف.
طبعا يعني طبعا الشغل اهم حاجه فيه التقفيل والتشطيب بتاعك. طبعا كده خلصنا كده. لا اله الا الله، خلصنا ملايتنا وفرشناها قدامكم. طبعا احنا كوينا يعني، مش طبعا يعني المكوه دي بقى لوحدها، وفرشتها قدام منكم اهيت. ده ارتفاع المرتبه. طبعا المرتبه عندي قليله طبعا عن الارتفاع بتاع الزبونه العميله يعني. ده شكل الارتفاع اهوت، ومعاكم الملايه اهي الكرانيش. طبعا الخداديه بقى، الخداديه بكرانيش عاديه يعني. الخداديه انا قلت لكم ان هي بتقطعي 75 سم وبتطلعي قلبها من اللي بيفيد معاكي من القماش. والكرانيش زي ما يدوز زي ما انتم شايفين اهوت من الاصفر. طبعا يا بنات بالنسبه للخداديه انا كنت عاملاها في فيديو قبل كده، فهنزل لكم الشرح بتاع الخداديه في قلب صندوق في صندوق الوصف، عشان خاطر الايه ان الفيديو ما يطولش. وادي شكل الطقم زي ما انتم شايفين. طبعا الساده اللي محطوط تحت الكرنيش مش باين نهائي، مفيش حاجه باينه نهائي من الساده. والكرنيش قدامكم اهي 3 طبقات فوق بعضيها، الطبقه فوق الطبقه بسنتي ونص، عشان خاطر تكون ايه مفيش حاجه باينه من الساده اللي محطوط عليها اللي تحت يعني مفيش شغل الكرنيش نفسه ما يكونش باين يعني، اللي هو الكشكشه والكلام ده. يعني شغلك لازم يكون نظيف وتكوني مركزه قوي في كل حاجه في مرايه بتيجي تصنعيها. لا اله الا الله. طبعا ده طقم طبعا كله منقوش مفيش حاجه فيه ساده فيه غير المخدات الطويله والكورنيش بس اللي حوالين الخداديه. تمام. الطقم 6 قطع لسرير 120. وطبعا انت بتيجي تشتغلي طقم استك لاي حد يعني في لاي من طقم يعني بتعملي اهم حاجه ده مقاسات المرتبه بتاعتك وتشتغلي على كده. وبكده بقى خلاص خلصنا مع بعضينا طقم اطفال 6 قطع 6 قطع كرانيش واستك. الكرانيش 3 ادوار. ركزوا شويه في المقاسات بتاعتكم وخلي بالكم من الحساب. الطقم ده مكلف وبيحتاج كتير اوفر، بس انت لو انت ما عندكيش اوفر ممكن تستغني عن الاوفر بزواسه البرم في الكرانيش بدل ما تكوني تروحي تسرفلي بره وتيجي. تمام. وبكده خلصنا الطقم. لو عجبك الفيديو يا ريت تعملي اشتراك وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس، واهم حاجه التعليق واعجاب. ادعموني. ولو مش عجبكم الفيديو عادي يعني، بس اهم حاجه ان انا بس يكون شرحي معاكم المره دي كويس، وكل مره هيكون احلى من التانيه باذن الله تعالى. كده يلا بقى نقفل مع بعض. مع السلامه يا حبايبي، ونقول بقى ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى متابعين لولاء يوسف.